بعد 24 ساعه ملي خليت العجينه نتاعي في الفريجيدير كما كانوا غادي نشوفوا كيفاش نفخت بالكدا. هذاك هو التخدير كما نشوفوا معناها الثقب معناها التهوئه. هذاك هو لي باستو نتاعي حضر جيست شويه صبر. تو باش نعملوا له العجنه الاخرانيه ولا نقولوا الثانيه كما نقولوا بالايطاليه، ومن بعد نقسموه وخلوه يزيد يتخمر كالكعبر نتاعي. انا عملت كيلو، معناها الكيلو تنجم تقسموه على أربعة كعابر، تعملوا كل واحدة 250 جرام، تجيكم بيتزا باهية. ولا تجيكم سكاتشات كان باش تعملوها نتاع 250 تنجم تعملوها حتى نتاع رطل، معناها اللي هو الخبز اللي عملته أنا في الفيديو السابقة. ونتاو نشوفوا بعض المراحل. أنا في الوقت الحالي باش نحضر لكم كان العجينة، معناها مانيش ندخلوا باش نعملوا معناها البيتزا، لا باش نعملوا سكاتشات. هذيك باش نخليها لكم تشوفوا الفيديو اللي قبلها وتحاولوا تعملوا اللي تحبوا عليه انتم به. تو باش نوريكم جيست كيفاش تتعاملوا مع العجينة. هذه هي العجينة نتاعي كيما تشوفوا، لازمها تكون بالقوام هذايا. توا هي مازالت بارده من الفريجيدير كيما العاده. نحط شويه فرينه من الفوق باش ما تلصقناش. كيما حضرنا العجينه نتاعنا تكون تخمرت حتى الريحه نتاعها ريحه بنينه ياسر، ماهيش ريحه نتاع الخميره ياسر باش ما تقلقكمش في الطهي. انا لاحظت برشا فيديوهات على الايطاليين يستعملوا ياسر الخميره، معناها ويقول لك الخميره تتحرق بالنار ودرا شنو، لكن هذه تقدم يرقول داخل. انا مانيش موافق مع الفكره نتاعهم هما، على خاطر برشا خميره معناها تعطيك التقنيه ماهوش الصحيحه بالضبط نتاع التعامل مع الخبز وطريقه التخمير. لهنا انا حطيت العجينه نتاعي الكل باش نعملوا لها الثانيه كما يقولوا هما. الثانيه كما قلت لكم كي ديما نحاول باش نحلها الماكسيموم هكايا. هي مازالت بارده العجينه نتاعي، معناها كان خليها يزيد شويه اخر في السخون تولي خير دي. الثانيه سهله ياسر، هي حكايه فارغه. جي ناخذ طرف من هنا، ناخذ طرف اخر من هنا، جي ناخذ طرف الاخر من هنا، ناخذ طرف الاخر من هنا، ونحاول نعاود نلمها لبعضها ونردها كعبوره. هذيك هي الثانيه نتاعهم، هذيك هي. انا تو باش نخليها شويه زيت تتخمر مره اخرى، وبعديك باش نعاود نقسمها لأربع أجزاء، وكل جزء منها باش نعمل بيه حاجه. تحب تعمل بيه سكاتشات، تحب تعمل بيه بيتزا، تحب تعمل بيه بانينوات صغار، يجي كل شيء. خاطر الامباستو هذا كيما قلت لكم راهو امباستو يجي جاري ياسر في برشا ماء كيما قاعدين نشوفوا. هاك بدات الاثار نتاع الفقاعات بدات تخرج، معناها التخميره نتاعو بالكدا. كي نشوفوا الحاجات هذه ما راهو العجينه نتاعكم ناجحه 100%. نزيد نوريكم لهنا، نزيد نشوفوا بدات لها الاناء، حطيتها في اناء مع اكبر. لهنا كما شفتوا وين واصله معايا في الاناء. تو باش نخليها حكايه سويعه سويعتين من زمان باش تزيد تخمر لي مع السخانه النورمال، وباش تشوفوا كيفاش تجينا العجينه نتاعنا النهائيه. اخر مرحله نتاع تحضير العجينه البيتزا او عجينه الخبز نتاعنا. كما نشوفوا كيفاش دوبلت الحجم نتاعها. تو باش نقسموها ونعملوها اقراص كيما نحبوا نحنا. شوفوا العجينه نتاعنا كيف باش تجينا، تجي مرينه ما شاء الله. ناخذوا نقطعوها لأربع أجزاء كيما قاعدين تشوفوا. ونكونوا كملنا. لهنا تنجموا تعملوا اللي تحبوا نتوما بالاقراص نتاعكم، تحلوها كيما شفتوا في الفيديوهات السابقه، وتحاولوا تعملوا يا خبز سكاتشاتا يا بيتزا يا اللي تحبوه نتوما. حتى تنجموا تعملوا خبز عادي نتاع دار، معناها جيست تعرفوا كيفاش الطريقه نتاع الثنيان ونتاع التحضير. ان شاء الله نكون فهمتكم الطريقه كيما حبيتوها وتكونوا استوعبتوا المراحل الكلها. تلزمها شويه صبر، ما تستعجلوش وما تخافوش. اذا لصقت العجينه ديما حط فرينه في يديك باش ما تبقاش لاصقه ياسر في يديكم. تحياتي من ايبيسكو جيتي، وما تنسونوش بالاشتراك وتعليقاتكم والجانب.